السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. كاين واحد الإحساس كيتربى معنا من صغرنا وكيبقى معنا حتى للكبر. إحساس ماشي ساهل توصفو وماشي بسيط تفهمو، اللي هو الحنين للأم. هاد الحنين ماشي غير نوستالجيا ديال لحظة الدفء في حضننا ولا ريحة الكسكس نهار الجمعة، هو حاجة أعمق. هو قوة داخلية كتشد فينا، كتوجهنا وكتسوق تصرفاتنا بلا ما نحسو. في المغرب الحنين للأم كيولي جزء من الهوية، كنخدمو باش نفرحوها، كنصبروا على الظلم باش ما نبكيوهاش، كنهاجروا ولكن داك الصوت اللي كيقول ما تنساش امك راه كتسول فيك كيبقى تابعناك بحال شي ظل. وكل واحد فينا كيعيش هاد الحنين بطريقته. كاين اللي غادي يصيفط الفلوس، كاين اللي غادي يدير فيديو كل نهار، كاين اللي غادي يكتب ليها فيرس في الراب، وكاين اللي غادي يخرج في الليل ويشعل الكارو ويتلفت للسما ويتوحشها بلا ما يقولها ليها. ولكن علاش هاد الحنين كيولي قوة محركة للحياة اليومية؟ حيت الأم ماشي غير شخص، هي المعنى وهي الأصل، هي اللي زرعت فينا أول درس في الحب، في الصبر وفي العطاء بلا مقابل. ومن بعد ملي الحياة كتولي قاصحة كنرجعو لداك الحضن في خيالنا، كنقلبو على الدفء، على الأمن، على الإحساس ديال أنا مزيان مادام مي كتهضر معايا. الحنين الأم في المغرب كيتحول لقيمة، كتلقاه في الشاب اللي كيرفض يدير الشر باش ما يطيحش وجه ميمتو، كتلقاه في المرأة اللي كتحضن وليداتها بنفس الحنان اللي كانت كتغرقو من الأم ديالها، كتلقاه في المعاني الصغيرة، في الدعاء، في السؤال، في الرغبة الدائمة في إرضائها. الحنين الأم ماشي ضعف، هو أقوى أشكال الارتباط، هو الوقود اللي كيشعل فينا الآمل في بلاد كطلب منا بزاف، هو اللي كيرجعنا بشر كل نهار وسط الزحام، وسط الجهد، وسط النسيان. أنا وانت وكل شي حنا كندوزو حياتنا كنفتشو في الأصوات، في الوجوه، في الناس، على شي واحد كيشبه الحنان الأم. الحنين الأم ماشي غير مشاعر، هو نوع من الذاكرة العاطفية. كل ما كبرنا كل ما تزادت الحاجة ديالنا لداك الحنان اللي ما كيتعوضش. والمغربي بطبعه وسط كل تقل كيحاول يصون داك الرابط، حيت كيعرف بلا ما يقرا بلا ما يتفلسف بلي قلب الأم هو الملجأ الوحيد اللي ما كيغلقش الباب. وفي المغرب اليوم في الولد ولا الراجل خاصو يدير فيها قاصح، في اللي بنت خاصها تكون قد المسؤولية، اللي باقي كيبكي على مهمته هو اللي باقي فيه شوية من الإنسانية. وكثير من المغاربة كيعيشوا الغربة ماشي بالضرورة خارج البلاد، الغربة ممكن تكون وسط الزنقة، وسط الخدمة، وسط الوجوه اللي ما كتعني والو، ولكن كافي صوت الأم ولا حتى صورة ديالها باش تردنا للأصل، باش تذكرنا بشنو كنسواو وبشنو كنساو، أننا ما تولدناش باش نتخاصمو ولا باش نحقدو، لكن تولدنا من راحي فيها الرحمة. وشحال من واحد شاد في الدنيا بسنانو وهو في الحقيقة غير باغي يشري دار ليماه باش تهنى، باش يعيش معها قبل ما تفوتو، باش يسمعها كتقول الله يرضي عليك ولدي. هاد الكلمة اللي كتسوى كنوز الدنيا كاملين. الحنين الأم كيعلمنا بلي الحياة خاصها تعيش بواحد النوع من الطهارة، خاصك تكون صافي بحال دمعة في عيونها وبحال ابتسامة كتبان وسط جاعي ديال وجهها. وهذه يمكن هي التربية اللي ما كتكتبش في الكتب، ولكن كتغرس في القلب وكتبقى فيه إلى الآباد. ودابا وانت كتشوف حياتك كتمشي بسرعة، وخا كتجي ورا الأحلام والنجاح والفلوس، وقف شوية وسول راسك، شحال مرة سولتيها واش خاصك شي حاجة؟ شحال مرة درتي شي حاجة غير باش تفرحها؟ راه ماشي عيب تكون ضعيف قدام امك، راه هداك الضعف هو اقوى ما فيك. واللي مازال عنده مهمته يرعاها، واللي فقدها يدعي ليها. وحنا كاملين نتعلمو كيفاش نردو داك الحنان اللي عطاتو لينا، بشي صورة ولا بسيطة ولكن صادقة. كاين لحظات وسط الزحام وسط الضغط اللي كتحس بواحد فراغ ما كيعمرو لا نجاح لا علاقة ولا فلوس، فراغ بحال حفرة صغيرة وسط القلب كتبقى ساكتة حتى كتسمع صوتها. هي وولدي واش كليتي؟ هاد الجملة بسيطة ولكن فيها لغة الحب المغربي الحقيقي، حب ما كيتسناش المقابل.
ما كيحسبش الربح والخسارة. حب فطري نقي بحال الماء ديال العين. الحنين الأم كيتحول مع الوقت لهوية. كتلقاو ولد دارو في العالم ولكن قلبو مازال مربوط بحياة ديال الدار اللي في الحومة، فين كانت ميمتو كتصل الحوايج ولا كتغوت عليه باش ما يتعطلش العشاء. وحتى في الموت الحنين ما كيموتش لكن كيزيد. الناس اللي فقدوا امهاتهم عارفين المعنى الحقيقي لهذا الكلام. كتفقد حنان وكتربح صمت طويل، صمت فيه ألف كلمة ما تقالش، وألف حضن ما توصلش، وألف دمعة ما تعزاتش. لكن حتى هاد الحنين كيعلمنا نكونوا أحن مع ولادنا، مع ناسنا، مع راسنا. حيت في الأخير الحنين الأم ماشي بكا، لكن هو مرآة فنية كتورينا الجمال اللي كان وخاصنا نحافظوا عليه. في المغرب ممكن تلقى واحد ما قاريش، ما خدامش، عايش بالصعوبة، ولكن في كل خطوة كيديرها كيبقى كيهضر مع مامتو في خيالو. صافي امي، غير صبري معايا، راكي عارفاني. هنا كنفهمو بلي الحنين للأم ماشي غير إحساس، ولكن قانون وجداني كيحكمنا بلا محكمة وكيهدينا بلا خريطة. الخلاصة، الأم هي البداية، والحنين ليها هو الخيط اللي كيربط بيننا وبين إنسانيتنا. في وسط عالم ولا فيه كلشي سريع، كلشي بارد وكلشي مؤقت، بقى الحنين للأم أصدق علاقة ما فيها الشك، وأصدق طريق كيوصلنا لداخلنا. الكل أم كتسهر وما كتشكيش، كتعيا وما كتقولش، كتضحي وما كتعرفش كلمة المنة. الكل أم عندها يدين مقصرين من الخدمة ولكن فيهم أحلى لمسة في الدنيا. الكل أم عيونها صافية، كتسكت ولكن كتفهم كلشي، وما كتقراش الحروف، كتقرا الوجوه. نبغيك تعرفي بلي كل خطوة كنخطيوها في الحياة راك معانا، راك في البال وفي القلب وفي الدعاء. ولي ما عبرناش لك كفاية راه ماشي حيت ما كنتيش تستاهلي، ولكن حيت الحنان اللي فيك فاض علينا وغرقنا في الأمان، ونسينا بلي خاصنا نردو لك شوية. الكل أم مغربية كطيب من قلبها وكتخاف علينا كتر من راسها، وكتضحك غير باش ما نبكيوش. سمحي لينا ولا ما فهمناكش في صغرنا، ولا بعدنا في كبرنا، ولا نسيناك في زحام الدنيا. انت راكي الأصل، وانت السبب، وانت البركة اللي كتجي مع كل صباح. الله يخليك لينا، والله يرحمك ويجعل مثواك الجنة إلا مشيتي، ولكن راه ما عمرك ما غتغيبي. ويا الله، سلام عليكم.